الثعلب حازم امام، الاسم لوحده كفايه. فانا النهارده جاي اقول لكم بطولاته وجوائزه في تاريخ مسيرته كلاعب، وكمان اقول لكم هو عمل ايه بالظبط في مسابقه بيبسي. يلا بينا. البطوله الاولى كانت دوريه الالعاب الافريقيه او ذهبيه كره القدم. المهم المباراه النهائيه كانت في سبتمبر 1995، وكانت ما بين مصر ونيجيريا، وانتهت بنتيجة 3-1 لمصر. والمباراة دي كانت انطلاقة حازم الدولية قوية، لأن مصر فازت على جيل نيجيريا الذهبي اللي حقق ذهبية الأولمبياد بعدها بعام. البطولة الثانية بطولة دوري أبطال أفريقيا سنة 1996، والمباراة النهائية كانت يوم 13 ديسمبر 1996، وكانت ما بين الزمالك وشوتينج ستارز النيجيري، وانتهت بنتيجة 2-1 في الذهاب والإياب. والإياب بقى كان 0-0. بركلات الترجيح كانت 4-3 للزمالك، واللي سجلوا هم كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن أيمن منصور في الوقت الأصلي. البطولة الثالثة بطولة كأس الأمم الأفريقية سنة 1998 في بوركينا فاسو. المباراة النهائية كانت يوم 28 فبراير 1998، وكانت ما بين مصر وجنوب أفريقيا، وانتهت بنتيجة 2-0 لمصر. البطولة الرابعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2000-2001، وتاريخ حسم الدرع كان يونيو 2001. والبطولة دي كانت أول بطولة دوري الحازم بعد العودة من الاحتراف، وتصدر الزمالك المسابقة برصيد 65 نقطة. البطولة الخامسة بطولة كأس السوبر المصري سنة 2001، والمباراة النهائية كانت يوم 14 سبتمبر 2001، كانت ما بين الزمالك وغزل المحلة، وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 للزمالك، واللي سجله هم حازم إمام وحسام حسن. في المباراة دي حازم سجل الهدف الأول بنفسه، وقاد الفريق لأول لقب سوبر مصري في التاريخ. البطولة السادسة بطولة كأس مصر موسم 2001-2002، والمباراة النهائية كانت يوم 16 يونيو 2002، وكانت ما بين الزمالك وبلدية المحلة، واللي سجل هدف هو الهداف التاريخي لنادي الزمالك عبد الحليم علي. البطولة السابعة بطولة كأس السوبر المصري سنة 2002، والمباراة النهائية كانت يوم 19 سبتمبر 2002، وكانت ما بين الزمالك والمقاولون العرب، والمسجل هو كابتن أسامة نبيه بهدفه الذهبي في الدقيقة 104. البطولة الثامنة بطولة دوري أبطال أفريقيا سنة 2002، ومباراة نهائية كانت يوم 13 ديسمبر 2002، وكانت ما بين الزمالك والرجاء المغربي، وانتهت المباراة بنتيجة 1-0 للزمالك، والمسجل هو تامر عبد الحميد بتسديدته الصاروخية. في ملاحظة بس عايز أقولها: حازم إمام كان القائد الفني للفريق في هذه النسخة التاريخية. تمام. البطولة التاسعة بطولة كأس السوبر الأفريقي سنة 2003، والمباراة النهائية كانت يوم 7 فبراير 2003، وكانت ما بين الزمالك والوداد المغربي، واللي سجل الأهداف هم محمد عبد الواحد وحازم إمام. وهو سجل هدف حازم إمام بلمسة فنية رائعة، وعبد الحليم علي كمان سجل هدف. البطولة العاشرة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2002-2003، وتاريخ الحسم بقى كان 23 مايو 2003. المباراة اللي حسمت الدوري للزمالك كانت مباراة سيد عبد الحفيظ الشهيرة أمام إنبي، والزمالك كسب الدوري في اللحظات الأخيرة بعد خسارة الأهلي أمام إنبي، وفوز الزمالك على الإسماعيلي بهدف حسام حسن. البطولة الحادية عشر هي البطولة العربية للأندية أو كأس الأمير فيصل. المباراة النهائية كانت يوم 20 يونيو 2003، وكانت ما بين الزمالك ونادي الكويت الكويتي، واللي سجلوا الأهداف هم أحمد صالح ومحمد محمود. البطولة الثانية عشر بطولة كأس السوبر المصري السعودي سنة 2003، والمباراة النهائية كانت يوم 24 يونيو 2003 تقريبا، وكانت ما بين الزمالك واتحاد جدة السعودي، وانتهت بنتيجة 2-1 للزمالك. البطولة الثالثة عشر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2002-2003، مباراة الحسم كانت يوم 23 مايو 2003، كانت ما بين الزمالك والإسماعيلي، وانتهت بنتيجة 1-0 للزمالك، ويسجل هو العميد حسام حسن في الدقيقة 11. وندخل بقى على مباراة الاعتزال.
البطولة الرابعة عشر كانت يوم 25 مايو 2008، وكانت بين الزمالك وإنبي. انتهت المباراة بنتيجة 2-1 للزمالك، وسجلوا الأهداف هم عمرو زكي ومجدي عبد العاطي. النهاية كانت درامية، دخل حازم إمام في الدقائق الأخيرة، ثم تم إطلاق الحكم صافرة النهاية، فأعلن اعتزاله تاريخي وسط هتاف الجماهير. ندخل بقى على جوائز الثعلب. الجائزة الأولى كانت أفضل صانع ألعاب في أفريقيا، وهو أخذ الجائزة دي بسبب تألقه اللافت مع النادي الأبيض في أول مواسمه، وتتويجه بذهبية دورة الألعاب الإفريقية مع المنتخب الأولمبي. الجائزة الثانية جائزة أفضل صانع ألعاب في أفريقيا ضمن تشكيل القارة، آه، التاريخ كان في مارس 1996 خلال كأس الأمم الأفريقية بجنوب أفريقيا، وتم اختياره كأفضل رقم 10 في البطولة ضمن التشكيل المثالي للقارة رغم خروج مصر من دور الثمانية. الجائزة الثالثة كانت أفضل لاعب في مصر عام 1996، والتاريخ كان ديسمبر 1996. والسبب بقى هو إن بعد قيادته للزمالك للفوز بدوري أبطال أفريقيا ودوري الأصول في ذلك العام قبل الرحيل لإيطاليا. الجائزة الرابعة جائزة أفضل لاعب في مصر في استفتاءات 2001، والتاريخ كان يناير 2002. والسبب هو إن بعد عودته من أوروبا قاد الزمالك بثلاثية الدوري والسوبر المصري والسوبر الأفريقي، وهو قدم موسم استثنائي من حيث المهارة والأهداف. الجائزة الخامسة كانت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل المركز الثاني، والتاريخ كان إبريل 2003 في حفل جوائز الكاف، وهو حصل على المركز الثاني خلف المغربي محمد بركات لاعب الهلال السعودي وقتها. وكان حازم بقى قاد الزمالك للفوز بدوري أبطال أفريقيا عام 2002، وتم اختياره للمرة الثانية في مسيرته ضمن أفضل 11 لاعب في القارة السمراء. ندخل بقى على الفصل الثالث، مسابقة بيبسي. شركة بيبسي كانت عاملة مسابقة سنة 2001، وكان اسمها مسابقة بيبسي العالمية للمهارات، ودي ما كانتش مجرد إعلان، ده كان تحدي فني حقيقي أشرفت عليه شركة بيبسي، وشارك فيه أسماء كانت رعب العالم كله وقتها، اللي هم مين؟ ديفيد بيكهام إنجلترا، وروبرتو كارلوس البرازيل، وريفالدو البرازيل، وخوان سيباستيان فيرون الأرجنتين، وغيرهم كتير جدا كانوا راعبين العالم بجد وقتها. والمسابقة دي كانت تعتمد على 4 اختبارات أساسية. الأولى هي دقة التصويب، ال- اللي هي ضرب كرات لإسقاط أهداف محددة. ثانيا التحكم في الكرة أو كنترول، أو واللي هو استلام الكرة من ارتفاع شاهق والتحكم بها. ثالثا المراوغة أو درابلينج، أو مش الدرابلينج ده تقريبا مش في الباسكت، واللي هو تخطي الحواجز في أقل وقت ممكن. رابعا هو تحدي السرعة والقوة، طبعا احنا عارفين، طبعا مش محتاج أشرحه لكم. الثعلب بقى عمل ايه؟ قال لهم انا مش جاي اشارك كضيف، انا جاي اصدم المنظمين والمشاركين. وصدمهم ازاي؟ هقول لكم. حقق المركز الاول في دقة التصويب متفوقا على ديفيد بيكهام. انتم متخيلين ديفيد بيكهام ملك الركلات الثابتة وقتها؟ انتم متخيلين؟ حقق المركز الاول برضه في تحدي المراوغة بالكرة متفوقا على روبرتو كارلوس وريفالدو. يعني في الترتيب النهائي للمهارة الفردية توج حازم امام بلقب افضل لاعب مهارات في العالم في هذه النسخة، متصدرة قائمة هؤلاء الفطاحل. الثعلب بقى بعد الفوز ده تم إنتاج له سلسلة من الإعلانات العالمية اللي ظهر فيها الثعلب كبطل أساسي بجانب بيكهام وروبرتو كارلوس، ودي كانت المرة الأولى والوحيدة اللي تصدر فيها لاعب مصري يلعب داخل مصر حملة عالمية بهذا الحجم على بناء تحدي فني حقيقي. وبس كده الحلقة خلصت. لو عجبتك اعمل لايك وفولو، ولو عايز لو عايزني اعمل حلقة عن بطولة او لاعب او جايزة او مدرب قولي تحت في كومنت وبس. باي باي.